بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء. الحمد لله نحمده تعالى ونشكره حمدا وشكرا نكون بهما للدخول في حرمة النبي أهلا ونستزيد بهما من محبته ما نؤدي بعد واجب جنابه الأعلى ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة لا نحيد عنها بحول الله ولا نحول ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله الطيب الطاهر الزكي الفروع والأصول. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله في السر والعلانية ولا تشغلنكم عن التقوى هذه الدار الفانية، وبادروا بالأعمال الصالحات ما دمتم في قيد الحياة، واجهدوا أنفسكم في تصحيح أعمالها، واغتنموا الأوقات والأزمان وفضائل الشهور عند إقبالها، وتأهبوا فإن الرحيل قريب، وتزودوا فإن السفر بعيد، وسارعوا فهذا أوان المسارعة، وراجعوا التوبة من ذنوبكم فهذا زمان المراجعة، واعتبروا وفقكم الله فقد حق لكم الاعتبار، وانظروا بعين الفكرة والاستبصار، وتعرضوا لرحمات ربكم ونفحاته، فكونوا مما استجاب لله ولرسوله، فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، وصونوا العبادة مما يقدر من صفوها أو يعود على الحسنات بمحوها. الحمد لله الفاعل لما يريد بمحض المشيئة والاختيار، الذي خلق العوالم ليريهم ما لحبيبه صلى الله عليه وسلم من عظيم المقدار، وزين به الأكوان وأضاء به الأنجاد والأغوار، وأزهر فضله على جميع خلقه في جميع ما مضى وما يأتي من الأعصار، ونستعينه سبحانه وتعالى ونستغفره مما ارتكبناه من الأوزار. أما بعد، فيا عباد الله، لقد استيقظ من استيقظ من سنة الغفلات فلم يقطعه عن مولاه قاطع، وفاز من تباعد عن شرك الشهوات فلم يمنعه من الجد في العبادة مانع، فكان لله وبالله في الحركة والسكون قائما بأمر الله، لا يفارق الذين يتقربون إليه ويتعبدون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. عباد الله، اسمعوا قول الله تعالى: إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار، وتوجهوا بهممكم إلى حضرة الواحد القهار، ودوموا على الاستغفار، وسبحوا بحمده بالعشي والإبكار، وشمروا عن ساعد الجد للعمل الصالح إن خفتم الفوت، وسارعوا لأعمال يجري عليكم ثوابها بعد الموت. اللهم ارزقنا توبة نصوحا، آمين. يغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.